دي تاني طريقة من ضمن 4 طرق لعمل البتنجان او المسقعة المصري بدون زيت وبدون قلي ولا تحمير. طريقة سهلة وبسيطة خفيفة وصحية جدا، واهم حاجة ان الطعم حكاية. حبيتين كده من البتنجان قشرتهم خط وخط وقطعتهم مكعبات بالشكل ده كده. الكمية حسب رغبتك، ممكن تزودي او تقللي زي ما انت عايزة. جبت بقى صينية بتدخل الفرن وضفت فيها البتنجان، جبت حوالي 4 أو 5 قرون من الشطة الخضراء وقطعتهم بالشكل ده كده. 4 حبات من الطماطم بدأت اقطعهم قطع صغيرة بالسكينة، وعادي جدا ممكن نبشرهم في المبشرة او نضربهم في الخلاط زي ما انت عايز. كمان هجيب حوالي 4 كده فصوص من التوم هفرمهم ناعم، وهنزل بالطماطم والثوم على الشطه والبتنجان. هضيف بقى التوابل، نص معلقه صغيره من البابريكا، كزبره الناشفه والملح ظبطيه حسب ذوقك، وهنزل عليهم بمعلقتين من الزيت بس، وهقلب كل الكلام ده مع بعض. والبابريكا لو مش موجوده عندك